شايف البت المسكينة اللي قدامك دي؟ اهي دي اللي كل جيوش الدنيا بتدور عليها. مراهقة شابة عندها 23 سنة، ابوها متوفي وسايب لها شركة لايفات تحت ادارتها. كانت بنت تعبانة غلبانة عيانة، وفي ليلة اكتشفت انها بتمتلك قوة الايفول السرية. ومش بس كده صديقي، لا دي كمان عندها قدرة التلاعب بالعقول الخطيرة. فيا ترى يا هل ترى ايه اللي هتعمله البنت الغلبانة دي بقدراتها الفتاكة؟ وهل هتقدر تنجو من جيوش الدنيا بحالها؟ اهو ده بقى اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. بس الاول ما تنساش تصلي على النبي المختار، تشترك في القناة وتضغط على الزرار، تفعل الجرس عشان يوصلك مع كل فيديو جديد اشعار، واهم حاجة تدوس لايك تشجيعا لنا على الاستمرار. وبس كده يا سيدي، هيا بنا نرى ما جرى في احداث تلك الحكاية. دي هي ويندي، مراهقة شابة عندها 21 سنة، أبوها متوفي وسايب لها شركة لايفات كبسوا تحت إيديها، وهي اللي المفروض بتديرها. بس عشان مش معاها بنات يتمحلسوا على الرجالة، فمش بتجيب مشاهدات ولا إيرادات كويسة، لأن الناس دلوقتي ما عادتش بتهتم بالأخلاق والكلام ده. كل ده كلام بقى في الفاضي خلاص. يا راجل أخلاق إيه وبتاع إيه؟ بتقول يا ترى أنا إيه اللي مستنيني النهاردة؟ كل خير يا بسكوتاية قلبي. ومن دلوقتي أهو البنت دي تخصني، عشان في خناقة جامدة هتدور عليها وعلى قوتها كمان شوية. فأنا بس قلت أعرفك من دلوقتي. تمام يا صديقي؟ تمام. اعمل لايك بقى عشان يحلو الكلام. وخلينا اعرفك دلوقتي شوية عن طبيعة العالم ده. ففي العالم ده قوة سحرية نادرة وتدعى ايفول. القوة دي بتظهر عند ناس معينة بس، في اللي بيستخدمها للخير وفي اللي بيدور على مصالحه الشخصية، زي مثلا انه يخلي بنت تحبه، يسرق بنك، يعمل حاجة كده ولا كده. وفي بقى نوع تالت خالص، ودول اللي هعرفك عليهم كمان شوية عشان متعة الحكاية. بس دلوقتي خلينا مع البنت الغلبانة دي اللي كله بيدور عليها. كانت بتتكلم مع واحدة بخصوص موضوع الحلقة الجديدة، وفاكرة يعني ان هينزل لها دعم كويس المرة دي، اسدين وفهدين وحوتين وكلام من ده. اللي معاها بتقول لها انها لقت حيوان نادر ويندي ممكن تتكلم عنه في البرنامج. بس اتضح ان البنت دي كانت بتضحك عليها، سابت ويندي ومشيت. وويندي اتعصبت جدا، وجت مساعدتها يون وقالت لها ان كده مش هيلاقوا حاجة يقدموها الاسبوع الجاي. ويندي قالت لها تهدى علشان تعرف تفكر. يون ردت وقالت ان هي اللي كانت واثقة فيها. وفجأة دخلت عليهم صاحبتهم انا وقالت لهم المهم دلوقتي يعرفوا هم هيعملوا ايه. ويندي قعدت تفكر في فكرة جديدة للبرنامج، وقالت انهم كانوا زمان شغالين على موضوع غريب اسمه توقف الزمن، وانها لو عرفت تجمع معلومات كفاية يبقى ده هيكون موضوع جامد. بنعرف ان ويندي بقت هي مديرة الشركة بعد ما والدها مات من سنتين، بس الشركة عليها ديون كتير، وكل الشركات اللي متعاقدين معاهم تقريبا عايزين ينسحبوا. واخر شركة لسه متمسكة بيهم اسمها هاروي، بس واضح كده انها تفسخ التعاقد قريب، وده معناه انهم هيضطروا يقفلوا الشركة وكل اللي شغالين فيها هيتشردوا. ويندي قالت لهم انها ترجع تدور في اوراق والدها خصوصا في موضوع توقف الزمن ده، وقالت لهم انها كلمت دكتور اسمه سايمون وهتقابله النهارده. طلبت من يون تكمل الشغل لحد ما ترجع وخرجت بسرعة. انا قالت ليون ان هي دايما كده متحمسة شبه ابوها بالظبط، وبتكمل وبتقول انها هترجع تكمل شغلها. وبالصدفة وهي ماشية اعلان كبير للمغني كيرا كان الترند الاول في اليابان. في الوقت ده ويندي كانت بتحاول تجمع معلومات عن الظواهر، وقالت ان في ناس كتير شافت بنفسها لحظات توقف الزمن بس محدش قدر يفسرها. دخلت سوبر ماركت تشتري حاجة وكان في حد بيبص عليها من بعيد، ولما بصت جنبها اتفاجئت انها واقفة جنب كيرا المغني المشهور، وكانت هتصرخ بس هو طلب منها تسكت وما تصوتش عشان هتلم الناس عليهم، وقال لها تعالي. وخرجوا من المكان ده وراحوا يقعدوا مع بعض، وهي كانت مستغربة انه بيشتري حاجات بسيطة. قال لها انه بيشتريها عشان يجمع بطاقات جوه كيس الشيبسي. ضحكت وقالت له انت طفل قوي، وكانت مفكرة ان شخصيته مختلفة. قال لها تاخد الشيبسي لانه مش هينفع ياكله، فبتقول له مش هتيجي على كيس يعني. وقعدوا ياكلوا سوا. قبل ما يمشي قالت له انها بتشتغل منتجة في برنامج الظواهر الغريبة، واديته الكارت بتاعها. فبيقول لها انه عارف البرنامج ده وبيتفرج عليه كل فترة كمان. فبتتصدم انه يعرف البرنامج، واتفاجئت اكتر لما سألها ازاي يقدر يشارك في البرنامج. استغربت وقالت نجم زي ده ازاي يعني؟ قال لها ان الشركة الراعية مش هتوافق الا لو البرنامج انتشر وحقق ضجة. ويندي اتحمست وقالت له انها هتخلي البرنامج ينجح باي طريقة. فبيقول لها ماشي وانا مستني النتائج. وهي ماشية ما كانتش مصدقة اللي بيحصل، وبتفكر ازاي هتستغل الفرصة دي. وهي بتعدي الطريق فجأة حد زقها قدام عربية جاية بسرعة،
وقتها الزمن وقف من تاني، ولقت نفسها بتتشال قبل ما العربية تخبطها وبتبص في عيون الشخص اللي أنقذها. الولد ده كان شبه الولد اللي أنقذها وهي صغيرة، بصلها وقال لها كلمة واحدة بس وهي أوليفر. هي اتصدمت وحاولت تسأله، بس هو قال لها تاخد بالها من نفسها وإنه مش دايما هيكون موجود. وفجأة كل حاجة رجعت طبيعية، لكن ويندي ما كانتش فاكرة أي حاجة من اللي حصلت، كأن اللحظة دي اتشالت من ذاكرتها. وكان الشخص الغريب اللي بيراقبها لسه واقف، بس اللي هو مش واخد باله منه إن هو كمان كان متراقب من شخص طاير في السماء. بعدها ويندي وصلت الجامعة، راحت تدور على الدكتور سايمون. كانت متخيلة انه راجل كبير في السن، بس لقت شاب هو اللي فتح لها الباب قبل حتى ما تخبط، لانه كان شايفها وهي جاية. اتصدمت انه صغير كده. عرفته على نفسها وعلى البرنامج بتاعها، وسألته عن موضوع توقف الزمن، فبيقول لها ان هو ممكن يشرح لها نظريات كتير توصلهم لفهم اللي بيحصل. واثناء ما هي بتسمعه اتفاجئت ان هو فاهم كل حاجة بسهولة، رغم ان المعلومات كانت صعبة جدا. سجلت كل الملاحظات وسألته لو يحب يشارك معاهم في البرنامج. قال لها مفيش مشكلة، وانه اصلا متابع للبرنامج، بس نصحها تغير طريقة عرضها، وقال لها انه مش حاسس بلمستها، وطلب منها تشتغل وتنجح بطريقتها الخاصة. وهي ماشية سألته عن معنى كلمة فولي. قال لها سمعت الكلمة دي فين قبل كده؟ قالت له مش فاكرة، بس انها كانت وسط بحثها. وبيشرح ليها ان ده مصطلح عند علماء الورثة، وانه بيوصف نوع متطور من البشر عندهم قدرات خارقة، استغفر الله العظيم يعني. وان في اشاعة بتقول ان المدينة كلها كانت زمان مليانة ايفيلوفرز، لكن حصلت كارثة قضت عليهم. قال لها واضح انها مهتمة بالموضوع. قالت له من وهي صغيرة بتحب الظواهر الغريبة، فبيقول لها تكمل ممكن تكتشف حاجة مهمة. وخرجت وهي سرحانة، وفجأة ولد صغير جه وسألها إذا كانت هي الصحفية اللي كانت بتصور النهاردة. قالت له لأ، وإن هي بتقدم برنامج على التلفزيون. فبيقول لها إنه يعرفها وعنده موضوع مهم لازم يحكوه لها. وقبل ما يكمل بص وراها واتصدم، كان في حد بيطارده والهواء بقى قوي جدا. الولد استخدم قوة غريبة، وفجأة هو وويندي اختفوا من المكان. اللي كان بيراقبهم بلغ باللي حصل وقال إنه هيتابع الموضوع ده بنفسه. ويندي لقت نفسها في مكان غريب، مش فاكرة أي حاجة، وفي نفس الوقت يون اتصلت بيها وقالت لها إن في كارثة حصلت. شركة هاروي بعتت إنهم هيسحبوا التمويل، فويندي راحت الشركة على طول وطلبت تقابل المدير. قالوا لها إن المسؤول هو الرئيس التنفيذي وهو اللي لغى التمويل، وكانت عايزة تقابله، بس الموظفة قالت لها إنه جاي حالا. وفجأة دخل الراجل، فويندي اتصدمت لما شافته. كان هو نفس الشخص اللي أنقذها من شوية. بتسأله لو كان هو اللي أنقذها، بس هو مردش ومشي، لكنها جريت وراه وقالت له ليه وقف التمويل. فقال لها الشركة بتاعتهم ما عندهاش مستقبل، وإن كل البرامج بتقلد نفسها ومفيش أي تجديد، ولأجل السبب ده هو قرر إنه مش هيكمل. سابت نفسها وقالت له بصوت عالي إن البرنامج هينجح وهيندم على قراره ده، وإن لما يشوفها بقت رقم واحد ما يرجعش يدور عليها من تاني. الكل اتصدم، لكنه قرب منها وقال لها ماشي، أنا عايزك توريني هتعملي ده إزاي. بعدها أخدها لمكتبه وقال لها إنه عنده شرطين علشان يرجع التمويل لشركتها. أولا توريه بوادر نجاح للبرنامج، لو الحلقة الجاية دخلت ضمن أفضل 10 حلقات هيصدق إن البرنامج ممكن ينجح. تاني شرط تقدم له دراسة خلال أسبوع تشرح له فيها إزاي البرنامج هيبقى رقم واحد زي ما قالت، ولو قدرت تقنعه هيكمل دعمهم من تاني. ويند قالت له انت لسه هتفكر، بس رجعت وشكرته وقالت له انها تشتغل بكل قوتها عشان تستغل الفرصة دي. زين كان شخص صعب، والكل في الشركة بيحسب له 1000 حساب، واسهل حاجة عنده انه يدمر اي شركة غير مفيدة. علشان كده قال لها ممكن تستسلم وتريح نفسها من البداية. بس ويندي قالت له لأ، وإنها هتفضل تشتغل لآخر لحظة وتحقق حلمها وتنجح البرنامج وتثبت له إنه غلطان. زين ابتسم وقال هو ده اللي أنا عايزه، وإنه بيكره الناس اللي بترضى بوضعها، عايز كل اللي حواليه يكون عندهم عزيمة. قبل ما تمشي سألها لو اتكلمت مع حد عن اللي حصل النهاردة، وكان يقصد لما أنقذها، فهي اتلخبطت وخافت تقول إنها اتكلمت مع سايمون، وقالت له لأ أنا ما جبت السيرة لأي حد. فقال لها كويس انت تقدري تمشي دلوقتي. فقالت له هو ده سر ولا ايه؟ رد عليها وقال لها حاجه زي كده، وانه في الاساس مش عايز وجع دماغ، وان لو اتعرف هيتم التحقيق معاه. وكانت لسه هتهزر معاه اتعصب عليها وقال واضح ان دماغها رايقه، وانه هيخليها تقدم له الدراسه بكره.
قالت له لا لا خلاص انا ماشيه اهو، وخرجت بسرعه. رجعت البيت وقعدت على السرير وهي بتحاول تكتب الدراسه، بس للاسف غلبها النوم وحلمت بكابوس واحد بيحاول يقتلها. صحيت مفزوعه وحست ان زين فعلا هيقتلها لو ما خلصتش الدراسه. لبست بسرعه وجريت على سايمون، كان في الشركه وبيشرح للفريق عن الظواهر عشان يكتبوا الحلقه الجديده، بس الفريق كله ما كانش مركز معاه وبيقولوا لها الواد ده حلو قوي وتسيبها من البرنامج وتطلعه هو للناس وهيبقى رقم واحد. وطلبت منهم انهم بس يركزوا، وعرفنا انها طلبت من سايمون يبقى مستشار للشركه عشان يساعدهم. سايمون سالها لو هي شاكه ان الواد اللي شافته هو اللي بيعمل الحوادث. قالت له ايوه، وكمان ما شافش ازاي اختفى قدامها. يون قالت لها تتاكد ان مش هي اللي كانت تعبانه. قالت لها لا وانها متاكده. فانا قالت لو قدروا يوصلوا للواد ده اكيد هيلاقوا معلومات مهمه. بعدها يوم بتقول بس دي حاجه مش سهله، الشرطه نفسها مش لاقياه. فسايمون بيقول لهم ان في جريمه حصلت ولقوا جثث في الجبل والشرطه بتحقق في الموضوع وممكن تروح تسال كانها صحفيه. وفعلا ويندي راحت وقدرت تاخد تصريح. الشرطي استغرب وسألها إذا كانت قريبة حد مهم، وأول ما قالت اسمه التصريح طلع فورا، وقالت له الضابط اللي وافق اسمه هاك. وفجأة هاك ظهر وويندي شكرته وقال لها أول مرة يشوفها مؤدبة كده، ولما ركزت فيه افتكرته ده زميلها في المدرسة هاك البلطجي، وبتستغرب انه بقى محقق. ضحك وقال كانت متوقعة يكون في السجن يعني ولا ايه، وقالت له انه كان بلطجي المدرسة، وبعت لها جواب تهديد بالدم. قال لها انه وراه شغل وانها تركب الخوذة وتروح معاه. ركبت معاه وكانت محرجة تمسك فيه، بس لما شافت سرعته مسكته بالعافية. قال لها ان اللي حصل امبارح عدى على خير، وانه قال لهم انها كانت ماشية صدفة. وسألته إذا كان هناك وبتكمل سؤالها على الواد. قال لها إن الولد ده مختفي من 3 شهور بس ظهر من أسبوع وشكله اتغير. كان الأول بيعمل مقالب وبعد كده بقى في ناس بتختفي. الولد حاول يهرب بس اللي خاطفينه بيراقبوه. وإندي سألته لو كان الولد ده مجرم ولا لأ، فبيرد عليها وبيقول لها لأ هو نفسه ضحية والمجرمين بيستغلوه. وفجأة الولد ظهر واستخدم قوته واختفى مع ويندي. ولما ظهرت كانت في شارع غريب وواحد بيهاجمها بسكينة. وقعت بس الهوا شالها بعيد، وهاك جه وقال لها تهرب بسرعة. طلعت فوق مبنى وهاك قال لها تنط وما تخافش، وفعلا نطت ولحقها. وقال لها ان هو كمان ايفولف وطول ما فيه هوا هيوصلها في اي وقت. نزلها وقبض على المجرم وقال للولد يطلع وهم هيحموه. الولد طلع فعلا وقال انه كان مخطوف والمنظمة بتهدده. ولما هاك قال اسمها تشيت صدمت، وبيكون اسمها بلاك سوان، ده نفس الاسم اللي شافته في مذكرات والدها. هاك حذرها انها ما تتكلمش عن الموضوع ده في برنامجها لانه خطر. افتكرت كلام زين وقالت له انها لازم تكمل وتكشف الحقيقة. ادالها صور وقال لها ان في GPS لو حصل حاجة تكلمه فورا، وسابها ومشي. تاني يوم سجلوا أول حلقة مع سايمون، اتكلموا عن الإيفولفرز والظواهر الغريبة. وبعد ما الحلقة نزلت اتصدموا. كيرا تابعهم ونشر الحلقة والناس شافتهم، والمشاهدات وصلت لأكتر من 2 مليون. ويندي بعتت لزين وقالت له إن كده الشرط الأول اتحقق وفاضل الدراسة. وهي خارجة شافت سايمون بيخرج من الشقة اللي جنبها. قال لها هي دي صدفة ولا ده القدر؟ قالت له انها عندها مقابلة مع زين ولسه ما خلصتش الدراسة وشكله هيقتلها. قال لها ما تقلقش، وكمان انه عامل حفلة صغيرة وتروح لما تخلص. بعدها شفناها وهي راكبة المترو وحصل لها نفس المشاهد الغريبة اللي كانت بتشوفها قبل كده. وفجأة لقت نفسها نامت وهي في مكانها، وبدأت تشوف كابوس غريب في حد بيطاردها وعايز يقتلها. وظهرت في دماغها فكرة ان المرة اللي فاتت الحلم اتحقق، وكان هيتحقق فعلا لولا ان هاك انقذها في اخر لحظة. فضلت تسأل نفسها يا ترى الحلم ده كمان هيتحقق ولا لأ، وبقت مش عارفة مين في الناس اللي حواليها ممكن يطلع ايفولف. بس اللي كانت متأكدة منه انها لازم تنجح في البرنامج بأي طريقة. في الوقت ده كيرا بعت لها رسالة كان بيسألها عن دوره في البرنامج هيبدأ امتى. فرحت بالرسالة واتحمست وحست ان اللحظة دي ممكن تكون بداية النجاح اللي مستنياه. لكن لما راحت لزين استقبلها برفض تام ورمى الورق في وشها، وكان شايف ان الافكار اللي قدمتها هتبوظ تاريخ البرنامج. وقال ان الطريقة الوحيدة اللي ممكن ينقذوا بيها الوضع هي انهم يبدأوا سلسلة جديدة كدعاية على الانترنت ويكبروا بيها القاعدة الجماهيرية. وكان دورها انها تلاقي مواضيع قوية وتقدم تقرير محترم، مش الحاجات السطحية
الشخصية اللي كان شايفها في الورق. فويندي اعتذرت، لكن زين فكرها بوعدها لما قالت له زمان انها هتخليه يندم لما البرنامج يبقى رقم 1. وكان واضح انه لسه فاكر كل كلمة هي قالتها. من ناحيتها كانت شايفة انه رخم وكان نفسها ترد عليه، بس قررت انها ما تسيبلوش الفرصة يكسب، وكان كل تركيزها انها تفضح موضوع المنظمة دي. وفكرت انه ممكن يكون زين نفسه ليه علاقة بالمنظمة وعلشان كده بيحاول يوقفها. زين ساعتها طلب منها انها تقول اللي في دماغها، وقالت له انها حاسة انه بيحاول يوقفها لسبب مش واضح، لكن رده كان واضح انه مش ضدها، هو بس شايف ان حد عاقل ممكن يدعم شركة بالوضع اللي هم فيه ده. فويندي فكرت ان لو استنت شوية ممكن يبدأ يغلط ويكشف نفسه. ولما رجعت الشركة حكت ليون على اللي حصل، ويون اتضايقت وشايفة ان الراجل ده مديهم فرصة وهي مش مفروض تضيعها. وويندي كان عندها امل في حاجة واحدة بس، وان هما لو قدروا يلاقوا موضوع جامد كيرا هيوافق يعمل معاهم حلقة. الكل اتفاجئ وبدأوا يفكروا في مواضيع مختلفة وقدموها لويندي، وقعدت تقرأ ولفت نظرها موضوع عن مطعم. ولما سألت مين اللي كاتبه، يون قالت انها اللي كتبته، وقالت ان المطعم ده ليه قصة غريبة رغم ان اكله جامد جدا، لكن تقييمه منخفض بسبب صاحبه اللي الناس بتكرهه. وكانت شايفة ان مع شهرة كيرا ممكن يطلعوا بقصة قوية. بعد ما رجعت البيت قررت تعمل بودنج وتديه لكيرا في المقابلة، لكن تاني يوم الجو كان حر جدا والبودنج كان هيسيح. وهي في طريقها قابلت هاك وكان بيسألها رايحة لفين، وقالت له انها رايحة مبنى التلفزيون وعرض يوصلها، لكن لما افتكرت انه هيوصلها بالموتوسيكل رفضت. وقتها هاك قال لها تاخد بالها من اوليفر. ضحكت وكانت شايفة ان هاك قصده على نفسه، هو كان ايفولف فعلا بس ما كانش عايز يأذيها، وكان واضح انها بتتعامل معاه بثقة. ولما وصلت مبنى التلفزيون خبطت في واحد واكتشفت انه زين، وفي اللحظة دي الزمن وقف وزين انقذ البودنج قبل ما يقع. كانت مستغربة وجوده في المكان وهو قال انه عنده شغل هنا، لكن بعد ما بصت على البودنج لقيته ساحة، وكانت متضايقة وشايفة انه بوظ مجهودها. وزين كان شايف انها مملة وقالت له ان البودنج ده جزء من شغلهم، لكن هو شاف انها السبب في اللي حصل. وفي اللحظة دي كيرا ظهر وناداها، وزين اول ما شافه فهمها ان ده اوليفر، ورجع الزمن يتحرك تاني. قدمت لكيرا البودنج وكانت شايفة ان شكله بايظ، بس عرفته على المشروع، وكيرا قال انه عارف المطعم وانه زبون هناك، بس المشكلة ان صاحبه بيرفض اي نوع من انواع التصوير. فويندي عرضت انها تحاول، وكيرا قال انه هيشارك لو قدرت تقنعه. وفعلا راحت المطعم لكن محدش فتح لها، وبالصدفة شافت النادل وقالت له انها عايزة تقابل المدير. النادل راح ورجع وقال لها ان المدير رافض، وكانت على وشك انها تمشي، لكن كيرا جه وسألها اذا كانت قالت لهم على المقالة، وكان شايف ان ده تصرف متوقع من الصحفيين. قعدوا ياكلوا وويندي فهمت ليه الناس بتحب المطعم. ولما دقت البودنج دمعت، وكانت لحظة مؤثرة بالنسبة لها. افتكرت آخر مرة أكلت حاجة حلوة فيها، وقالت إنها كان عندها 5 سنين، وساعتها حصلت لها حادثة. زين كان واقف في الخلف بيسمع كل ده. كيرا طلب من ميلز يتكلم مع المدير، وبعت لها رسالة بعدها قال لها فيها انهم وافقوا وتقدر تيجي في اي وقت، لكنها نسيت انهم قافلين. وراحت وشافت زين خارج من المطعم واستغربت وجوده كالعادة. وزين طلب منها تدخل معاه وقال ان ميلز هو اللي هيقابلها. سألته عن سبب فتحه للمطعم وقال انه بيحب الطبخ وبيدور على حد، وممكن المطعم ده يساعده يقابل الشخص ده. وقالت له تستخدم قوتك بدل كل ده، لكن زين قال ان الذكاء ساعات اهم من القوة، وفكرها باخر ميعاد للشغل وقال انه مش عايز اي تقصير. رجعت الشركة واعلنت لهم ان زين وافق يرجع التمويل من تاني. الكل فرح وشكرها. بعد كده راحت مع سايمون وكان محضر لها مفاجأة، وكان واضح عليه انه معجب بيها. فجأة الجو اتقلب والهواء بقى شديد، وهاك ظهر وطلع مسدس وضرب نار عليهم، لكن الطلقة عدت من جنبهم وكان في قناص بيستهدفهم، وهاك صد الطلقة وطار ناحيته. في اللحظة دي سايمون اعترف وقال لها انه كمان ايفولفر. فويندي كانت في قمة الصدمة، ولما راحت تاني يوم للشركة شافت ان حلقة كيرا جابت اكتر من 3 مليون مشاهدة. وفجأة دخل عليهم شاب غريب بابتسامة عريضة وقال ان المشاهدات من النهاردة هتبقى بالملايين. كل استغرب وسألوا مين ده، لكن ويندي عرفته فورا، وكان زميلها في الثانوي وكان تقريبا الصاحب الوحيد لهاك، واسمه كانيا. وسألته بيعمل ايه هنا، فقالوا ان سمع عن البرنامج والنجاح اللي حققه وما قدرش يسيب صديق عمره من غير ما يساعده. لكن ويندي ما صدقتوش، وكان واضح انها شاكة في نواياه، خصوصا انه ما كانش لاقي شغل، وقال انه جايب معاه مواضيع ما حدش غيره يقدر يجيبها، مع ان الفريق ما كانش متحمس، لكن قالوا يعرض اللي عنده. فبدأ يحكي عن هاكر مشهور اسمه كي، وقال ان من 17 سنة اخترق منشأة ابحاث وراثية ونشر معلومات خطيرة. ووقتها والد ويندي كان بيكتب عن نفس الموضوع، لكن كي اختفى فجأة.
ومن سنة ظهر من تاني وفضح شركة جديدة وكان معاه مجموعة شباب هاكرز والناس سموه الهاكر الطيب. يون قالت ان الاخبار دي منتشرة لكن ممكن تطلع منهم حلقة قوية، وكان ده كفاية يخلوهم يفكروا في الموضوع. اما كانيا فطلب يشتغل معاهم وويندي وافقت بس على انه يبدأ كمتدرب. وفي آخر اليوم بدأت تدور في مذكرات والدها واكتشفت إنه كان ناوي يعمل البرنامج عشان يكشف كي. وفي اللحظة دي وصلت لها رسالة غريبة من حد ما تعرفوش بيقول إن كي هيكون في مؤتمر آخر الأسبوع وهيقابلها هناك. فضلت تسأل نفسها هل دي صدفة ولا الرسالة كانت غلط، بس قررت تروح وفعلا راحت ولقت نفسها وسط اجتماع ضخم لكل هاكرز اليابان، واضطرت تقول إن اسمها كينكو وده نفس الاسم اللي كان مكتوب في الرسالة. والكل هناك اتفاجئ بيها وكان باين إن كينكو دي شخصية هاكر مشهورة. وبعد شوية ظهر شخص مسك ايدها وسحبها بعيد وكان هو كيرا. قبل ما تفهم حاجة انفجرت قنبلة في المدخل والكهرباء قطعت، وظهرت رسالة من كي بيقول انه عامل لهم مفاجأة، وفوقهم كان السقف كله مليان متفجرات والعداد بدأ يعد قدامهم 10 دقايق بس. كيرا حاول يطمنهم وقال انه لازم يكون في طريقه للهروب، وقال ان المتفجرات اكيد متوصلة بشبكة الاتصالات ولو قدروا يخترقوها ممكن يوقفوا المفجر. بدأوا كلهم يشتغلوا مع بعض وقدروا يخترقوا كذا سيرفر، لكن الوقت كان بيجري بسرعة وقربت القنابل تنفجر. كيرا وصل لآخر سيرفر وكان فاضل 20 ثانية وفي آخر لحظة قدر يخترقه ووقف العداد على آخر ثانية. الكل فرح وقدروا يفتحوا مخرج وخرجوا بسرعة، لكن ويندي وكيرا وهم في الطريق للخروج الأرض اتشقت فجأة ووقعت بيهم، ولما فاقوا لقوا نفسهم في مكان غريب وكان واضح انهم اتحبسوا. فويندي بدأت تشك ان كي سايب لهم قنابل هناك، لكن كيرا قال ان اللي حبسهم حد تاني وقال الحقيقة هو نفسه كي بس من الجيل التاني. كي الحقيقي كان استاذ من 17 سنة ولما اختفى قرر يكمل مكانه، وقال ان المهم دلوقتي انهم يخرجوا وان معاه خريطة السيرفرات وعارف المخطط كله. قال لها انهم في اعمق اوضة تحت الارض ولازم يوصلوا لاوضة التحكم ويطلعوا الاجهزة. وفي الطريق بدأ يحكي لها انه فضح ناس شريرة باسم كي وانه بيكمل شغل كي الاصلي، واعترف انه من الايفولف لكن بيستخدم قوته للخير، وان في ناس بتحاول تقتله لانه خطر عليهم. وكان عارف من الاول ان المؤتمر فخ ودخل بنفسه علشان يكشف اللي وراه، لكن ويندي اتورطت معاه قالت له ما يلومش نفسه وانها اصلا كانت جاية عشان تعرف مين كي. وقربوا من اوضة التحكم لكن فجأة المسامير اللي ماسكة السلم ثابت وويندي كانت هتقع بس كيرا لحقها. دخلوا أوضة التحكم وعطلوا الأجهزة وكيرا بدأ يحمل كل المعلومات، لكن الانذار اشتغل فجأة والتحميل وقف والاكسجين بدأ يتسحب من المكان. كيرا ما كانش مصدق، قال انه سيطر على النظام بس لما بص لقى ان في باسورد اساسي حاول يكتبه لكنه فشل. وويندي بدأت تتخنق وكيرا حاول ينقذها لكنه ما قدرش لحد ما قالت له على 3 ارقام كانت شايفاهم وهي داخله. فكر شويه وجرب الارقام وفعلا فتح النظام وقدر يوقفه. سألها ازاي عرفتهم فقالت له انها بقالها فتره بتحلم بحاجات غريبه وشافت الارقام دي في الحلم. بدأ يدور في الملفات ولقوا صور كتير منها صور والد ويندي وكان مكتوب تحتها تم تصفيته بنجاح. فويندي بدأت تفتكر ذكريات غريبة، لقت نفسها في مكان مليان جثث وكان واضح انها كانت مخطوفة. كيرا حاول يهديها وكان مستغرب ليه الصور المهمة دي متسابة كده، وحس ان في حد متعمد يخليها تشوفهم وان الرسالة اللي جات لها ما كانتش صدفة. لكن المفاجأة الأكبر كان في صورة لكيرا نفسه وكان نايم على السرير وفي بنت جنبه وشك في إنها ممكن تكون ويندي، وقرر ساعتها إنه لازم يحميها مهما حصل. ويندي لما فاقت لقت نفسها في قلب البيت وكيرا كان سايب لها هدية ورسالة. بدأت تقرأ الرسالة ورجعت تدور في مذكرات والدها خصوصا بعد ما عرفت انهم قتلوه، وبتحاول تفتكر المكان اللي شافته في ذكرياتها. في الوقت ده سايمون كلمها وكان بيطمن عليها وقال لها انها اتأخرت وسألها اذا كانت فاضية دلوقتي. قالت له انها في البيت وكان واضح عليه انه مهتم بيها وعرض عليها يحكي لها محاضرة من بتوعه عشان تنام. بدأ يحكي حكاية عن رسام كان شايف الحياة كلها أبيض واسود وبيفضل يرسم كده لحد ما شاف فراشة جميلة وكان بيرسمها كل يوم لكنه خاف يخسرها فحبسها وده علشان تفضل قدامه طول الوقت. ولما سألها عن رأيها قالت إنها لو كانت مكانه كانت هتختار تدور عليها مش إنها تحبسها لأن كده هو خسرها حريتها. سايمون كان متوقع ردها
وقال لها ان القصة ملهاش دعوة باللي بيحصل وبيقدر يخليها تنام من كتر الكلام. وفي نفس اللحظة كانت ويندي في مكتبها بتقلب في اوراق كتير بتدور على اخر خيط يوصلها للمنظمة اللي شكلها ورا كل حاجة. قرأت خبر عن بنت في ثانوي اختفت فجأة، وده بنفس الطريقة اللي اختفى بيها الولد الاول، والبنت دي كانت طالبة في مدرستها القديمة. الاحساس جواها بيأكد ان دي مش مجرد صدفة. قررت تروح بنفسها، لكن كيرا بعت لها رسالة طلب منها تسيب له الطرف ده وهي تركز في شغلها. ووافقت وراحت على الشركة، وهناك كان الاحتفال شغال علشان نجاح حلقة المطعم اللي نزلت. الناس كلها كانت مبسوطة وجمهور البرنامج بقى أكبر. كانوا بيجهزوا الحلقة جديدة عن مطعم برضه، لكن المرة دي بمفهوم مختلف. مطعم مشهور بيعلق لوحة كبيرة والناس بتكتب فيه رسائل حب أو أمنيات. فويندي رفعت عينها للسقف وبدأت تفكر في علاقتها بالرسائل. ذكرياتها مع الرسائل ما كانتش لطيفة قوي، خصوصا الحكايات اللي كانت ربطها بهاك. لكن مع كل ده الفكرة عجبتها وقررت تعمل عنها حلقة. بعدها خرجت تحقق في موضوع البنت اللي اختفت، وفي الطريق افتكرت انها نسيت تبعت تقرير زين. وقفت على الرصيف وبعتت بسرعة كلمة تعتذر فيها، بس الفرق التوقيت خلى المكالمة متوترة. كانت ناسية انه في امريكا وحاولت تهدي الموقف وتقفل، لكن زير رجع اتصل تاني وكان متنرفز انها قفلت السكة. ولما حاولت تشرح قال انه هيشوف التقرير بكرة، وكان مستغرب من نبرة صوتها اللي مش معتادة. الردود كانت حادة، لكن كانت باينة ان العلاقة بينهم ابتدت تبقى فيها نوع من التفاهم. سألها عن اللي بتعمله دلوقتي، فحكت ليه عن تحقيقها في اختفاء بنت من مدرستها. هو شجعها بس لمح ان تصرفاتها ممكن تأذي اللي حواليها. ساعتها ويندي كتمت كلامها ومشيت، ولما وصلت للمدرسة عرفت ان البنت اللي اختفت كانت منطوية، ما كانش لها اصحاب، وكان في كلام عن ان عندها قدرات. الشك ابتدى يكبر جواها، وكان واضح ان المنظمة ورا الموضوع ده. الولد اللي معاها سألها عن سبب اهتمامها، وقالت له ان المنظمة شكلها بتجمع الناس دي دلوقتي. خدها وراحوا على مطعم قديم كانت بتروحه زمان، وطلب منها تعمل له حلقة هناك. افتكرت ان هاك زمان كان بياخد فلوس من الطلبة، بس لما دخلوا انبسطت ان لوحة الرسائل لسه موجودة، والجو رجع لها ذكريات قديمة. هاك كمان افتكر وقال انها كانت بتيجي دايما، وهي قالت انها كانت بتيجي مع صاحبتها اللي سافرت وما رجعتش لحد دلوقتي. بعد الاكل طلبوا من صاحب المطعم يعملوا حلقة. الراجل قال انه هيستأذن مراته. هاك طلب منه انه يقول لها ان هو اللي طلب. ويندي حست ان في حاجة غريبة وسألته اذا كان بيهدده، لكن الراجل ضحك وقال ان هاك زي ابنه وانقذ ابنه من حادثة قبل كده، ومن وقتها بقوا زي العيلة. وقال ان هاك طريقته بتخوف بس هو طيب جدا. ويندي رجعت تفتكر الرسالة اللي جات لها، وكان واضح انها مش رسالة عادية. خلصت المقالة وكملت بحثها، وهاك فضل معاها، وقبل ما تمشي حذرها وقال ان المنظمة حوالين المكان وطلب منها تمشي فورا، ووعدها انه هيكلمها لو في جديد. وهي راجعة كان كانيا بيرن عليها وسألها عن الجوابات. استغربت وسألته عرفت منين، لكنه تلكك وقال ان الشبكة بتقطع. ويندي قالت انها هتقطع لما تشوفه، وفجأة عدت بنت من جنبها شكل شعرها كان مألوف. افتكرت انها البنت المخطوفة، بس قبل ما تتحرك البنت ظهرت قدامها واستخدمت قوة غريبة وقبضت عليها. حاجات ويندي وقعت ومنهم صور هاك، لكن المفاجأة الأكبر إن البنت طلعت ولد واسمه جاك، هو نفس الولد اللي كان بيتكلم مع الغريب. ولما ويندي فاقت كانت مربوطة على سطح المدرسة. جاك قال لها إنها ما تحاولش، قوة الرمال اللي عنده ما حدش يقدر عليها. سألت عن السبب وقال إنه عايز ينقذ أخته بس مضطر يرمي ويندي. ولما هددته بالشرطة رد بسخرية إنهم ياخدوا جثتها، لكن ويندي غفلته ورمت رملة في وشه وندهت على هاك. وفجأة ريح قوية ضربت جاك، بس قوته زادت والأرض اتشقت وويندي وقعت، لكن هاك لحقها. وكان في قناص بيصوب عليه وويندي صرخت والطلقة عدت من وشه. بعد ما خلص على جاك الشرطة وصلت، وهاك رجع لها الصور وسألته عرف مكانها ازاي. قال لها انه طول ما هي في الهوا يقدر يوصل لها. فويندي قالت انها كانت عايزة تناديه باسمه قدام الناس، لكنه طلب تناديه زيها زي باقي اصحابه. هاك وهو راجع افتكر اول مرة عرف انه اوليفير وقت ما كانوا بيرموه من فوق المدرسة، بس هو طار وسمع صوت بيانو ويندي، ومن ساعتها قرر يحميها. وبعد اسبوع بعت لها تحقيقات الشرطة، وعرفت ان جاك كان بيعمل كده علشان اخته اللي اتخطفت. ولقت اساميهم في مذكرات ابوها اللي مات بسبب المنظمة، وقالت لنفسها انها لازم توصل ليهم. كل الخيوط بتقود لنفس المكان. كلمت هاك وشكرته وسألته عن الجواب، رد عليها وقال ما تفتحيش دفاتر قديمة، وطلب منها انها تخليها معاه في المستقبل.
المشهد كان مليان ورود وعصافير، وكان واضح ان المخرج عايز يقول ان هاك بيحبها وخلاص. على الجانب التاني كان زين ماشي مع شخص غريب، وكانوا رايحين على مبنى حصل فيه انفجار من كام يوم، وكان واضح ان زين ليه علاقة باللي حصل، وده لان في شخصيات مهمة متورطة. بعدها قرأ تقرير الحادثة، والشخص اللي معاه سأله عن بنت معينة، سأله اذا كانت لها علاقة بالموضوع ولا لا، لكن زين شايف ان البنت دي فقدت ذاكرتها، وقال ان الضغط عليها ممكن يأذيها. وفجأة افتكر ذكرى قديمة وهو صغير وماسك ايد بنت صغيرة وبيجري بيها. في اليوم اللي بعده سايمون اخد ويندي على مكان معين، وكان هو اللي حدده. وفي الطريق ويندي بدأت تسأله، لكن هو فضل سايبها مش فاهم حاجة منها، وقال لها تستنى لحد ما يوصلوا. كان واضح ان ويندي متوترة، لكنها قررت تستسلم وتستمتع باليوم، وده حتى لو مش فاهمة اي حاجة. ولما وصلوا انبهرت بالمكان، وفجأة سمعوا صوت قطة كانت متعورة في رجلها. سايمون لاحظ الجرس اللي في رقبتها، وويندي سألت الناس حواليها وعرفت انها تبع ست كبيرة قريبة. ولما راحوا لها دخلتهم البيت وقدمت لهم حاجة يشربوها. ويندي شافت الحاجات اللي الست بتصنعها وكانت منبهرة. الست شكرتها وقالت لها تختار اللي يعجبها. ويندي طلبت تتعلم تصنع زيها، وفعلا بدأت تتعلم منها خطوة بخطوة، وكان باين عليها السعادة. سايمون رجع يفتح الكلام وقال لها انه سمع انها عملت مشاكل في مدرستها وهي بتدور، وسألها ليه بتعرض نفسها للخطر بالشكل ده. فويندي كانت مصممة وقالت انها مش هتوقف، وانها لازم تعرف كل حاجة، خصوصا بعد اللي حصل لوالدها. واول ما ذكرت المنظمة سايمون اتأثر وحس بحاجة جواه. بعدها ويندي فضلت تركز في الحرف اليدوية، كانت بتغلط لكن استمرت لحد ما اتعلمت. وفي نفس الوقت هاك كان واقف فوق مبنى بيراقب المكان، لكن فجأة حد ظهر وراه. اللي جه استخدم صاعقة كهرباء، بس هاك ما تأثرش، ولما شافه عرفه فورا. كان شو، وهو اللي قال له يجي. شو كان جايب رسالة من المنظمة، طلب منه يبعد وقال له انهم بيراقبوه وبيهددوا بأقرب الناس ليه. هاك سأله هو شغال معاهم من امتى، لكن شو قال ان كل حاجة مصالح. هجم عليه لكن هاك رد برياحه وضربه ووقعه بعيد. شو قال ان الوقت مش مناسب للقتال، وكان بس جاي يوصل له الرسالة وحذره من المنظمة، وقال له انهم كمان بيراقبوا ويندي. فهاك اتصدم، وخاصة لما عرف ان القسم اللي شغال فيه مليان ناس فاسدة، وكان واضح ان كلام شو بدأ يهزه. شو مشي وسابه يفكر. وفي الوقت ده ويندي كانت خلصت الهدية وقدمتها لسايمون، وشكرته انه كان دايما جنبها، وقالت له انه كلماته القديمة هي اللي خلتها تصدق نفسها. سايمون وشه نور وقال لها تعالى اما اوريك المكان الاصلي. ولما وصلوا وراها شجرة في مكان هادية، ويندي جريت ناحيتها وكان عندها احساس انها شافتها قبل كده. بدأت تحس بدوخة، وسايمون حضنها وقال لها انها تفتكر الحقيقة وهتعرف كل اللي حصل. فجأة ويندي فاقت ولقيت نفسها نايمة تحت الشجرة، وكان في بنت صغيرة قاعدة ما كانتش فاهمة، لكن بدأت تشوف مشاهد. بعد شوية ولد صغير ظهر وقعد يرسم. البنت كان رد فعلها نفس رد فعل ويندي. الطفلين وعدوا بعض انهم يتقابلوا في يوم من الايام. ويندي حست ان المشهد ده مش غريب عليها، وسألت ليه الواد ده اسمه نفس اسم سايمون. لكن الزمن اتحرك بسرعة والجو اتبدل وبقى شتاء. البنت كانت قاعدة لوحدها بتلعب لعبتهم، لكن الولد ما جاش. ويندي قربت منها وسألتها انت مستنية ايه؟ البنت ردت وقالت انها بتشوف المستقبل وعارفة انه مش هيجي، وقالت زي ما بنحلم احلامنا بتتحقق فورا. ويندي ما فهمتش، لكن البنت قالت لها انها في يوم هتصحى ومش هتلاقيه، هيمشي ومش هيرجع تاني خلاص. وكانت بتشاور على سايمون. وفجأة المشهد اتغير، شافوا سايمون وهو صغير مع اهله، وفجأة عربية نقل خبطت العربية وماتوا، وكان سايمون هو الوحيد اللي عاش. فويندي حاولت تساعده بس هو وقفها بعدها عنه. ويندي فاقت تاني عند الشجرة وكانت فاكرة المشهد بتاع الحادثة، لكن سايمون قال لها ترجع ترتاح وركبها تاكسي، وقال لها ان هو هيقعد شوية. رجعت وهي مش عارفة اذا كان ده حلم ولا ذكرى ولا ايه بالظبط. وفي الوقت ده هاك كان بيدور في سجلات الشرطة وبيحاول يعرف مكان الاتنين اللي اتقبض عليهم، لكن لقى حاجة غريبة، المكان مكتوب عليه غير معروف. وابتدى يشك اكتر واكتر، وكلام شو كان شغال في دماغه وعمال يلف. وفي مكان تاني واحد كان بيلعب شطرنج لوحده، وكان بيكلم واحد اسمه ارس، قال له انه فشل في انه يصحي الملكة، وان البنت دي مش سهلة وفي ناس حواليها بيساعدوها. ارس رد وقال ان ده كله لصالحهم، وانها كل ما تقرب هتوصلهم للي هم عايزينه. الشخص التاني كان متردد، لكن وافق يمشي بالخطة بتاعته، وكان واضح ان لسه محدش عارف مين الملكة.
وفي نفس الوقت سايمون كان في مكان جديد وكان بيحاول يلاقي طريقة يرجع بيها ذكريات ويندي. هو كمان قال الملكة وكان غالبا يقصدها، اعترف انه دخلها في عالم الاحلام عشان تسترجع ذكرياتها، لكنها فاقت قبل ما تفتكر حاجة. والاغرب انه ما قدرش يسيطر على عالم الخيال، وده معناه ان قوتها بدأت تظهر. وقتها عرفنا انه بعد حادثة العربية المنظمة خدته وحولوه لإيفولف، ومن ساعتها ما بقاش يحس، مشاعره ماتت. هو اللي كان فاكر كده لحد ما شافها واتغير كل شيء. في نفس الوقت ويندي كلمته وتطمن عليه وكان بيرد بانه مشغول. هي كانت بتفكر ان الولد اللي شافته في الحلم اكيد هو سايمون، وسألت نفسها لو هو عاش لوحده من وقتها. بصت على شقته وافتكرت كلام البنت هيمشي ومش هيرجع تاني، وقالت لنفسها انها مش هتسمح للمنظمة بانها تأذيه. تاني يوم في الشركة بلغوها بخبر كبير، شركة HBS هتبدأ برنامج عن اليابان، واختاروا مدينتهم لأول حلقة وبعتوا طلب شراكة. وويندي اتفاجئت لما عرفت ان اول ضيف هيكون زين، واتصدمت وقالت يا نهار ابيض، زين بنفسه. بعدها راحوا سوا على مكان التصوير. ويندي ما كانتش مصدقة حجم التجهيزات، الكاميرات شغالة والاضاءات مبهرة. وزين بصلها وقال لها هو ده شكل مديرة شركة كبيرة. جه راجل وطلب من زين يجهز معاه، والراجل اللي كان مع ويندي قال انه مش مصدق انها اقنعته. ردت عليه وقالت اي حد يسمع ان HBS عايزين يشتغلوا معاها يوافق فورا، لكن الحقيقة انها كانت من امبارح بتحاول تقنعه باي طريقة، لانها لما راحت له زنت عليه واستفزته واتحايلت عليه، وهو كالعادة رمى عليها كلمة انها غبية. بس المفاجأة ان قبل التصوير بيوم زين وافق، وهي نفسها استغربت وسألته ليه غير رأيه فجأة. فرد عليها وقال لها انه بقاله كتير بيفكر، وان اي شركة ذكية لازم توافق على شراكة مع HBS. سألته طب ليه شتمتني في الاول يا عم؟ قال لها انه كان بيختبرها وبيشوفها هل هي هتستسلم ولا لا. افتكرت الكلام دلوقتي واتفجرت من العصبية. ولما دخلت مكان التصوير المخرج بدأ يشرح لها ان فكرة البرنامج عبارة عن لعبة ذكاء وتخطيط، وان المكان مصمم يختبر رد فعلها. بس لما شافت المكان حست انه شبه السجن وبدأت تتوتر. المخرج عرض عليها تدخل زنزانة علشان تجرب، وفعلا دخلت. بس المفاجأة قفل الباب بسرعة. ويندي اتصدمت وبدأت تسأل نفسها هو في ايه بالظبط. ما ردش. بصت حواليها وشافت نفسها في نفس الزنزانة اللي شافتها في ذكرياتها قبل كده. ساعتها وقعت من الخوف ولقت كاميرا مراقبة واتخضت اكتر. صوت خبط عالي على الباب. هي ما كانتش عارفة تتصرف ازاي، بس فجأة زين فتح الباب وقال لها ان الولد اللي كان معاها حاول يحبسه، بس هو استخدم قوته وهرب وحذرها. وبنعرف هنا ان البرنامج كله عبارة عن كمين. وفجأة صوت انذار عالي غطى المكان كله، قال لازم يهربوا. بدأوا يجروا وراهم ناس مسلحة بتضرب نار. ويندي شافت ذكرى جديدة لبنت صغيرة بتجري وسط اطفال، وفجأة ناس ضربوا نار والدنيا اتقلبت. زين وقف الزمن وعدى بيهم، حاول يوصل للمخرج بس المكان كان مليان ناس. رموا عليهم قنابل وهربوا تاني ودخلوا أوضة شبه غرفة عمليات. أول ما تشي شافتها اتصدمت، افتكرت الصور اللي كانت مع كيرا وذكريات جديدة خبطت في دماغها. وقعت على الأرض وقالت إنها كانت هنا وهي صغيرة. وفجأة العصابة وصلت وزين وقف الزمن، لكن واحد منهم طلع ايفولف وضرب بقوة. زين صد الضربة ووصلوا للمخرج، لكن 2 منهم كانوا مستنيينهم. وويندي شافت مشهد وهي بتحاول تنقذ ولد صغير من ضربة، والولد ده طلع زين. المشهد كان بيتكرر. ويندي جريت علشان تنقذه وفجأة خدت الضربة مكانه. زين اتجنن، الذكريات رجعت وشاف كل حاجة. قال لها انه مش هيسيبها واستخدم قوته وخلص على اللي قدامه. وقتها اتأكد انها نفس البنت اللي انقذها زمان، وهي اللي كان بيدور عليها طول الوقت. وبعد المعركة خدها المستشفى وفضل جنبها. الدكتور قال انها ممكن تخرج بعد اسبوع. زين استغرب وسأله هي كان عندها ايه. الدكتور قال لها انها كانت في غيبوبة بقالها اسبوع. شي اتصدمت وقالت له انه قاعد معاها من اسبوع اصلا. قال لها ان هو السبب وكان لازم يفضل معاها. قالت انها افتكرت حاجات وان المنظمة خطفتنا واحنا صغيرين وكنا سوا، وسألت ليه HBS عايزين يخطفونا تاني. بطنها عملت صوت. وزين دخل المطبخ وعمل اكل بنفسه وقعد ياكلها وحكى لها اللي حصل من 17 سنة. قال انهم اتخطفوا والشرطة انقذتهم، ومن وقتها ما شافهاش. فضل يدور على المنظمة لحد ما عرف انهم مع HBS. سألته ليه وافق على التصوير، فقال لها انه كان عايز يوصل لهم، بس استغرب لو كانوا عايزين يقتلوه ما كانوش عملوا كل ده. سألته اذا كانوا عايزين يقتلوها هي، فرد وقال لها لا، الموضوع اكبر من كده. قال لها تاخد بالها لان كل حاجة بتتكرر، السجن، الهروب، العصابة. وقال كمان ان اول مرة يحس انه فقد السيطرة على قوته لما كانت هي فقدت وعيها. فافتكرت انها في نفس اللحظة دي كانت مع الولد اللي هاجمها في المدرسة. قال لها يبقى فعلا كنت في خطر حقيقي، بس لسه مش عارفين العلاقة بين ده وبين قوة
روبوت الايفولف، طلب منها ترتاح، وبعد اسبوع الدكتور قال لازم تقعد كمان اسبوع. هي قالت هتجيب حاجتها هنا، وواضح انها تسكن. ووافقوا وقالوا انهم رفعوا قضيه على HBS، وكمان عملوا شراكه مع شركات زين. كلمت كيرا وقالت له ان المكان اللي اتخطفوا فيه هو نفسه اللي في الصور، وبدات تفتكر تفاصيل ممكن تساعدهم. كيرا قال انه هيعدي عليها بعد الشغل. الوقت بقى بطيء وبدات تحس بالملل. سايمون جه يزورها عشان يفك عنها شويه، ولكن هو خارج قابل زين، فقال له هو انت فاكر لما تجيلها هنا هي هتكون في امان؟ فرد عليه وعرفه ان ده مش شغله. سايمون قال له حتى لو عنده قوه مش هيقدر يخفي الحقيقه، وسابه ومشي. ولما زين رجع سالها لو كانت متضايقه لانه مسؤول عن حمايتها، قالت له انها مش شايفه انه غلطان، بس هي خايفه ومش عارفه ايه اللي جاي. قال لها يخرجوا شويه غيروا جو. وقفوا مع بعض على السطح. قال انه بيحب يشوف المدينه من فوق لما بيكون متضايق، فقالت له ان هي كمان بتحب الحاجه دي. فرد عليها وقال انه مش قلقان من الشغل، لكن قلقان انه يقدر يحميها ولا لا. قالت له ان هي مش عايزه تعتمد عليه، هي عايزه تواجه خوفها لوحدها وما تتعودش على الهروب. فقال لها ان دي اكتر حاجه بتعجبه فيها. ولما رجعت اوضتها كانت مبسوطه، وده لان زين كان قاعد يفكر فيها طول الوقت. وبعد ما ويندي بقت كويسه سمحوا لها انها ترجع للبيت. هناك بعت لها رساله مضمونها انه عاوز يقابلها ضروري، لكن قبل ما ترد شافت مشهد غريب. مكان كان بيتحرق ومكتوب عليه رقم 44، وهاك وقتها كان واقع وسط النار دي، فخافت وراحت له بسرعه عشان تطمن عليه. وفي طريقها حاولت تكلمه، لكن الشبكه كانت واقعه في المدينه كلها. فبعتت له رساله متسجله بتحذره فيها انه ما يروحش الاوضه رقم 404 في فندق جريندو، ووضحت ان في مشكله هتحصل هناك. لكن لما راحت هناك وسالت عن الاوضه قالوا لها انها مش موجوده اصلا، واكدت لهم انها متاكده ان الاوضه دي موجوده في الفندق. ولما طلعت تدور عليها شافت انها مش موجوده خالص، وقبل ما تمشي ظهرت لها الاوضه في مكان مختلف بشكل غريب. ولما دخلت لها الباب اتقفل مره واحده، وبتبص لقت البنت المخطوفه قدامها. ويندي عرفت ان دي اخت جاك اللي اتقبض عليها من فتره واسمها جوسي، وسالتها بتعمل ايه هنا بالظبط. فردت عليها ووضحت انها بتشتغل مع المنظمه وانها جايه عشان تقتلها هي وهاك، لكن قبلها عايزه توريها الم فقدان حد عزيز عليها. وفجاه لقت نفسها في مكان غريب شبه غابه. جوسي حكت ان قبل 17 سنه عائلتهم تاهت في المكان ده هي واخوها، بس هم اللي عرفوا يرجعوا للواقع. لكن ويندي وهاك جم بكل سهوله وقتلوهم. وفجاه ويندي شافتها اتجننت وهربت بسرعه قبل ما تقتلها، وشافت المكان كله بيولع بالظبط زي الحلم اللي كانت بتشوفه الصبح. فحاولت تعرف منها هي ليه شغاله مع المنظمه، مع ان هاك والشرطه عايزين يحموها هي وجاك. فجوسي ضحكت وقالت انها طيبه قوي، وعبرت عن دهشتها من اعتقادهم بانهم بيحموها، وانها مش مصدقه انهم عايزين ويندي تبقى الملكه. ويندي اتفاجئت جدا لما سمعت مصطلح الملكه تاني. في نفس الوقت ده كان هاك عند الفندق، وكان مستغرب ان الشبكه لسه مقطوعه، وشك ان المنظمه ليها دخل بالموضوع لانهم جالهم خبر انهم بيخططوا لحاجه كبيره. دلوقتي هو بيدور على جوسي بعد ما في ناس بلغوا انهم شافوها عند فندق، وهو في الطريق حاسس ان في حد ماشي وراه، لكنه اتفاجئ انه نفسه الهاكر كي. وساله عن مكانه طول الوقت ده، وذكر له ان القيادات قالوا له انه مات في اخر مهمه. فكي وضح انه جاي عشان يقول له حاجه مهمه وهيمشي بعدها. هو بيعرفه ان الناس اللي اتقبض عليهم من الايفولف اتقتلوا كلهم، وشرح ان ده نفس اللي حصل معاه زمان لما ساعدهم يقبضوا على كام واحد منهم، وان ده اللي خلاه يهرب ويسيبهم في الوقت ده. واكد ان الناس دي مجرمين وبتعمل كل ده بامر من واحد اسمه ليتو، وحذروا ان الشخص ده خطير، وان ليتو لو عرف اللي هاك بيعمله هيقتله من غير تفكير. وقبل ما كي يكمل الجمله راح واحد ضرب بالنار، وبيبص هاك لقاهم زمايله، وانصدم ان ليتو هو اللي امرهم يقتلوه. وسالوا عن سبب تصرفه ده، ووضح انهم المفروض يحمي الايفولف مش يقتلوهم، لكن زميله رد ان ده مش شغلهم، مهمتهم الوحيده انهم ينفذوا الاوامر ويحموا النظام بس. فهاك استخدم قوته بسرعه وحاول ياخد كي ويهرب، لكن كي طلب منه يسيبه ويهرب، واكد على ضروره فتحه لكل اللي هما بيعملوه. هاك هرب بسرعه وراح للفندق، وقتها الشبكه رجعت وسمع المكالمه المتسجله اللي ويندي بعتتها له. فطلع بسرعه يدور على الاوضه رقم 404، وشافها في نفس المكان الغريب. ولما دخل شاف النار ماسكه في كل مكان. فجاه جات له ذكرى بنفس الشكل لما كان بيتحرق وامه ماتت في الحريق ده. وقتها اهله قالوا له ان هو السبب عشان ما عرفش ينقذها. في الوقت ده كانت ويندي عايزه تعرف ايه موضوع الملكه ده، وذكرت انها بتسمع الاسم ده كتير الايام اللي فاتت. فجوسي وضحت ان كل المخلوقات اللي مش بتتطور بتنقرض، وان الكلام ده بينطبق على البشر، وان في عالمهم ده لازم يوصلوا لمستوى اكبر من اللي هم فيه عشان يعرفوا يكملوا. وده اللي المنظمه عملته، اكتشفوا جين بيحول البشر العاديين لايفولف
متطورين يكملوا العالم ده. لكن اللي ويندي ما تعرفوش ان جواها قوة غير اي حد تاني. فويندي فهمت ليه لما بيحصل لها خطر الايفولف اللي في حياتها بيحصل لهم نفس الحاجات الغريبة. وجوسي اكدت ان ويندي بتأثر بقوتها عليهم من غير ما تعرف، لكن للأسف هتموت قبل ما تكتشف قوتها دي بشكل كامل. هتموت زي ما مات ناس كتير ملهمش ذنب، وكل ده عشان يعرفوا مكان ويندي. هو اللي ويندي ما تعرفوش كمان ان ابوها كان واحد من الناس دي. على الجانب الاخر شفنا ارس بيتكلم مع حد تاني، هو كان بيقول ان الشخص ده وعده بالتعامل مع الملكة، لكن ارس شايف انها خلاص ما بقاش فاضل لها وقت كتير وتعرف قوتها، وطلب منه يفضل واقف على جنب. وقتها جوسي كانت بتبلغ ويندي انها هتاخدها هي وهاك عند ابوها عشان يتفاهموا مع بعض. لكن قبل ما تقتلها ويندي خرجت قوة اول مرة نشوفها. القوة دي خلت جوسي مش عارفة تتحكم في قوتها. بعدها هاك عرف يوصل لهم بسرعة ووقف جوسي، لكن دلوقتي لازم يلاقوا اي طريقة يخرجوا بيها من العالم ده. ويندي حكيت له على الكلام اللي جوسي قالته، فهاك طمنها وقال لها انه عارف وهيتصرف. وفجأة قوة ويندي خرجت تاني من غير ما تقدر تتحكم فيها، فهاك ما بقاش عارف يتحكم في قوته اللي خلاص خرجت عن السيطرة، وطلب منها تهرب هي بسرعة. فحاولت تساعده لكنه اختفى من قدامها. فجأة سمعت صوت غريب وشافت الشخص الغريب ده ظهر لأول مرة، والشخص ده عرفها بنفسه وإن اسمه هيتس، وأكد لها إن دي أول مرة يتقابلوا ومش هتكون آخر مرة، وقال لها إنهم مع بعض هيغيروا العالم. وفي نفس الوقت شفنا إن قوة الإيفولف كلها بدأت تخرج عن السيطرة والوضع باظ على الآخر. وإندي حاولت توصل لحد من اللي هي تعرفهم لكنها معرفتش، زي سايمون وكيرا كلهم محدش يعرف هما فين دلوقتي، وكانت خايفة لأنهم إيفولف احتمال تكون المنظمة عملت لهم حاجة. وشفنا القوى الغريبة اللي أثرت عليهم لسه موجودة. حتى لما رجعت الشركة قالوا لها في حاجات كتير بدأت تتغير بشكل مفاجئ. أكتر من مستشفى قالوا إن أجهزتهم اتعطلت وبدأت الطيور كلها تهاجر من المدينة، وفي أماكن لسه الشبكة والنت قاطعين فيها. فتشي قالت أكيد اللي بيحصل للإيفولف ده ليه داخل بالحوادث دي، وأخبرتهم إنها رايحة لسايمون تسأله عن الموضوع ده. لكن فجأة وهي في الطريق مبنى من اللي جنب الجامعة اللي فيها سايمون اتدمر، وشافت واحد من الإيفولف مش عارف يتحكم في قوته. ومرة واحدة كانت لوحة إعلانات كبيرة هتقع عليها، لكن سايمون جه على آخر لحظة وأنقذها، وبيقولها إنه كان جاي لها لكنه كان مشغول، وسألها عن اللي بيحصل. فويندي حكت له إنها شاكة إن كل اللي بيحصل ده بسببها، وعرفته بالكلام اللي سمعته من جوسي. فسايمون فهم إنها بتقدر تتحكم في قوة الإيفولف، بس هو مش شايف إن دي حاجة وحشة، بالعكس هو شايف إنهم لازم يطوروها علشان المستقبل. وكمان هي أحسن حد ممكن يعمل كده لأنها حاولت كتير وتقدر تغير العالم. ويندي اتحمست وقررت تكمل لحد ما تستكشف قوتها، لكن سايمون كان قلقان عليها لأنها دايما بتوقع نفسها في قلب المشاكل. هو كمان كان متردد يروح معاها ولا لأ، وبرغم إنها كانت خايفة عليه جدا لكنه قدر يقنعها إنه يكون المساعد بتاعها في النهاية. وبالفعل فضلوا يدوروا عن الحوادث اللي خرجت فيها قوة الإيفولف عن السيطرة لحد ما قدروا يحددوا كل المناطق اللي حصل فيها الكلام ده. ويندي قالت له أكيد اللي بيعمل كده قوة هم مش شايفينها، فقال لها ممكن تكون قوة مغناطيسية، وده تفسير لسبب قطع الاتصالات في المناطق دي. وفعلا اتأكدوا لما شافوا إنه نفس المناطق اللي فيها الاتصالات مقطوعة هي نفسها اللي هم حددوها، وقالوا أكيد الجهاز اللي بيخرج منه الموجات دي في منطقة بينهم، والمكان الوحيد اللي ممكن يعمل كده هو محطة تلفزيون المدينة. وأكد إن ده المكان الوحيد اللي يقدر يوزع الموجات باستخدام الأبراج بتاعته. لكن لما لقاها رايحة على هناك طلب منها تستنى، ووضح إن الموضوع مش هيكون سهل كده. فجأة شافوا أطفال صغيرة بيلعبوا ووقفوا يتفرجوا عليهم، وكانت ويندي لسه قلقانة على سايمون هو اللي ممكن يحصل له زي ما شافت في الحلم. وفجأة راح ماسك ايدها بسرعة بعد ما شاف انهم متراقبين وهربوا على طول. لكن المنظمة عرفت تلحقهم وبدأت تضرب عليهم، لكن سايمون صدهم بقوة. المنظمة كانت مصممة توصل لهم بأي طريقة. بعد ما عرفوا موضوع الموجات ده سايمون كان بيدور على حل لكن ما بقاش عارف يعمل ايه. ويندي وضحت انه لازم يوصل للجهاز ده ويعطله بأي طريقة. ومرة واحدة طلعت تجري عشان تشتتهم ويعرف هو يهرب، لكن سايمون بدأ يحس بنفس الوجع اللي في قلبه ووجه لها سؤال مفاده انها تفضل لحد امتى غبية وبتحمي اي حد الا نفسها. وقتها هي كانت بتحاول توصل لبيتها لكن المنظمة عرفت تمسكها برضه، وعرفوها ان هيتس هو اللي امرها يقتلوها عشان هي بتبوظ كل اللي بيخطط له. لكن اتفاجئوا بسايمون جاي وخلص عليهم بسهولة، والمرة دي كان شكله مختلف عن كل مرة، واكد لهم انه عارفهم وطلب منهم ما يشوفهمش هنا تاني. فكلهم خافوا ورجعوا على طول، وقالوا له انه عارف الاوامر يا ارس وان اي حد هيقف في طريقهم لازم يموت. فارس رد عليهم وقال لهم انه خلاص سيطر على الملكة واي تصرف تاني هيكون هم السبب
السبب فيه، فقرروا يمشوا ويسيبوه. ويندا حرفيا ما بقتش فاهمه اي حاجه، وسالته عن اللي بيحصل هنا وعن مين ارس اللي هما بيقولوا عليه ده، وهل ده معناه ان هو طول الوقت شغال مع المنظمه. فسالها وقال لها لو انا قلت لك لا هتصدقيني. ويندا اتفاجئت من نظرته وفهمت انه كان بيخدعها طول الوقت ده، ومن البدايه وهو بيشتغل مع المنظمه ووصلها ليهم بنفسه، وقال لها زي ما قال لها قبل كده ان لازم البشريه تتطور عشان يعملوا مستقبل احسن. لكن ويندي زعقت له وهددته انه لو قرب منها هتقتل نفسها. ولما شاف دم نازل من رقبتها قال لها انه هيسيبها المره دي كنوع من انواع الشكر على اللي عملته معاه قبل كده. لكن دلوقتي هي عرفت كل حاجه، والمره الجايه لو اتقابلوا هتكون نهايتها. ويندي من صدمتها فضلت تعيط وبتقول ان ده مستحيل يكون سايمون، لانها متاكده انه عمره ما هيأذيها. وفعلا كان واضح ان سايمون الحقيقي اختفى وظهرت شخصيه ارس دي. في الوقت ده كان الخبر وصل لهيتسا، لكن قال انه خلاص خطته بدأت والنهايه قربت وما فيش حد هيعرف يغيرها. على الجانب الاخر شفنا زين في مكان مختلف، والمكان ده اول مره يشوفه. اخر حاجه كان فاكرها انه كان في مكتب وقوته خرجت عن السيطره، وفجاه لقى نفسه هنا. لكنه اتفاجئ لما شاف التاريخ وعرف انه في المستقبل. وقتها كانت ويندي عند برج الاذاعه والتلفزيون، وشافت رجاله المنظمه كلهم هناك، فحاولت تلاقي طريقه تدخل بيها. وفجاه شافت كيرا هو كمان جاي يساعدها، فقرروا يدخلوا عند الانابيب. وقال لها انه بقاله كتير بيدور في الموضوع ده وعرف عنهم حاجات كتير قوي، واكد انهم دلوقتي هيكسروا نظام الامان بتاعهم عشان ما يعرفوش مكانهم. في نفس الوقت شفنا واحد في اوضه المراقبه بتاعه المنظمه وبيدور في كل الكاميرات بنفسه. وقتها كيرا عرف يحدد مكان جهاز الموجات، وقال لها انه موجود في قمه البرج، وعرفها الطريق اللي هيمشوا منه. وبالفعل راحوا بسرعه وركبوا الاسانسير. لكن وقتها كان في عمله معدنيه على الارض، ودي نفس العمله اللي مع الراجل اللي في اوضه المراقبه، وعرف منها ان في حد بيستخدم الاسانسير. فقال لهم يدوروا على مين ده بسرعه، لكن قالوا له ان الاسانسيرات كلها في مكانها. فعرف ان في حاجه بتحصل غلط، وفجاه الاسانسير وقف بابطالنا وعرفوا انهم اتكشفوا. واتاكدوا فعلا لما لقوا رجاله المنظمه بتجري وراهم. كيرا شغل الانوار في المكان كلها عشان يشتتهم، وخلص على واحد منهم. ولاحظوا انهم لابسين اطواق غريبه حوالين رقبتهم، ففهموا هم ليه مش بيتاثروا بالموجات بالرغم انهم في البرج. فكيرا اخذ الضوء واخترق النظام بتاعه ولغى تفعيله. فجاه الحراس كلهم بداوا يموتوا واحد ورا التاني من قوه الموجات. لكن وقتها الشخص اللي كان في اوضه المراقبه ظهر وضرب كيرا ووقعه من فوق البرج. لكن كيرا مسك في حديده وعرف يمسك في البرج تاني. ووقتها كان الواد عايز يمسك ويندي، وعرفت ان الطوق اللي في رقبته متوصل بسيستم تاني غير اللي هم اخترقوه. ويندي حاولت تهرب منه لكنه قال لها ما تحاولش، واوضح ان قوته هي التحكم في المعادن وان البرج كله من الحديد. ويندي شافت روبوت من بتوع ارشاد الناس وكان في جزء منه مكسور، فقالت له يتفضل ويشوف بتاع المعادن ده، وراحت مكهرباه بيه. بعدها طلعت للدور اللي فوق واطمنت ان كيرا لسه عايش، وقال لها انه سيطر على نظام الامان. بعدها نزل للواد، لكن المره دي هو اللي رماه من البرج. وقتها المنظمه بعتت دعم اكتر فاضطروا يهربوا للسطح، وهناك قال لها انه وعدها انه هيحميها مهما حصل. وفجاه لون عينيه بيتغير وبقى هو اللي بيتحكم في ويندي، وخلاها تدخل عند الابراج وتقفل الباب. وانصدمت لما سمعت صوت ضرب نار كتير جدا وافتكرت ان كيرا مات. وقتها شافت الجهاز اللي بيخرج الموجات فمسكت حديده وطلعت وبوظته، لكن للاسف الكهرباء صعقتها ووقعتها من فوق. وهنا افتكرت ذكرياتها وهي صغيره مع كيرا والوقت اللي قضيته مع اصحابها. وبمجرد ما فكرت في هاك لقيته قدامها. وعلى الجانب الاخر هيتس عرف ان الجهاز اتكسر، لكن قال لهم عادي مفيش مشكله، اهم حاجه ان اليابان كلها عرفت بالموضوع ومش هيرفضوا التطوير اللي هيحصل. لكن الغريب لما كميه كبيره من الناس دخلت في غيبوبه مش معروف سببها. وفي نفس الوقت زين رجع للواقع بعد ما الموجات خلصت، وامرهم يجهزوا له فريق تحقيق مخصوص للموضوع ده. وقتها شفنا ويندي بتحاول تعرف ايه اللي حصل لكيرا، وكانت خايفه جدا خصوصا بعد ما شافت هاك مصاب، وزين مش عارف هو فين بالظبط. والموضوع بدا يتعقد اكتر واكتر. حوادث الغيبوبه بدات تزيد بشكل خيالي، في ناس بتنشر صور لناس في الغيبوبه دي، لكن بدا الوضع يتطور اكتر. ناس جسمها بقى بيخرج نار، وناس جسمها بقى بيخرج تلج، وفي منهم بقى بيبوظ الكهرباء اللي قريبه منه. وهند قالت لهم انها تروح تشوف الموضوع ده، وهي في الطريق قابلت زين اللي قال لها انه بيحقق في الحوادث دي، وعرف ان المنظمه بتستخدم غاز منوم لكن غير مرئي، وكل اللي بيناموا دول جسمهم قابل انه يتحول لايفولفا. وعرفها ان الحادثه اللي حصلت له نقلته للمستقبل، وشاف الناس وقتها عايشين عادي ومفيش مشكله، فقالوا يبقى كده انهم يقدروا يقضوا على المنظمه. بعدها عرفوا يحددوا
يحددوا نطاق انتشار الغاز ده. وبنعرف ان المنظمة قصدها تحفز احلام الناس النايمين ودي بتخرج قوتهم، لكن الصدمة ان اللي مش بينجح في استخراج قوته بيموت، ونسبة النجاة تعتبر 1%. وإندي فهمت ان ده اللي هيتس كان يقصده، ان البشر اللي مش هينجحوا في اخراج قوتهم هيموتوا وهيفضل بس الايفولف. وقتها كانوا عرفوا يتسللوا ويشوفوا الناس اللي في غيبوبة وانصدموا من اللي بيحصل لهم. في نفس الوقت شفنا هاك واقع على الارض ومصاب وحواليه زمايله والخونة في الشرطة وخلاص كانوا هيقتلوه، لكن على اخر لحظة عرف يستخدم قوته وهرب منهم بسرعة. في الوقت ده زين وويندي عرفوا يخرجوا بعد ما خلصوا على حراس المنظمة، لكن فجأة هيتس ظهر لهم وطلع قوة غريبة عشان يقضي عليهم. ولأول مرة شفنا قوة ويندي الحقيقية اللي صدت هجوم هيتس وخلته يهرب وقتها. فزين وضح ان كده قوة الملكة بدأت تخرج، وفي نفس الوقت كان الحراس بيحددوا مكانهم عشان يمسكوهم، لكن فجأة ظهر واحد فيه شبه من كيرا وطلب منهم محدش يروح وراهم، وبالفعل زي ما بيكون سيطر عليهم وخرجوا بدأ هو يتابع. في الوقت ده زين كان وصل ويندي البيت، وهناك شافت رسالة من سايمون بيقول لها فيها على مكان هيتس، وشفناه واقف على مركب وبيفكر في الكلام اللي ويندي قالت له. بالفعل زين قال لها انهم هيروحوا على هناك دلوقتي. المكان ده كان سفينة في البحر، ويندي وزين وصلوا بمركب صغير وعرفوا يدخلوا في مدخل الطوارئ. ويندي قالت له يروح هو ويوقف المركب وهي هتروح تدور على هيتس، لكن في طريقها اتقابلت مع كام واحد ضربوا عليها نار. فجأة وصل هاك واستخدم الايفول بتاعه وخلص عليهم وطلب منها انها تكمل، وهو هيروح يعطل نظام الاتصال بتاعهم عشان يوقف الموجات دي. فويندي قالت بكده تحكمهم في الناس هينتهي. في نفس الوقت زين وصل لأوضة التحكم وحبس كل الحراس الموجودين، لكن بالغلط ويندي كانت ماشية وجه واحد من وراها وكان هيقتلها، وفجأة حد ضرب عليه بالتلج وخلص عليه. وقتها كانت هي وصلت عند الواد اللي شبه كيرا فحاولت تتكلم معاه، لكنه وضح انه ما يعرفهاش. وفجأة رجالة المنظمة كلهم وصلوا وضربوا عليهم نار، فالواد اخدها ونزلوا بسرعة من نفق سري وعرفها انه جاي عشان ياخد النتائج بتاعة تجارب هيتس مش جاي يحاربه، وهددها لو وقفت في طريقه هيقتلها. فسمعوا صوت هيتس وهو بيقول انه كان مستنيهم، وفجأة الكهرباء قطعت وشافوا مخلوقات غريبة مالية المكان. وعلى الجانب التاني ظهرت لزين وهاك وما بقوش عارفين يتعاملوا معاها. ويندي وضحت لهيتس ان خناقته معاها هي وانهم ملهمش دخل، فهيتس عبر عن اعجابه بشجاعتها، ومرة واحدة وحش منهم مسكها ونزلها في الارض. ولما فاقت لقت نفسها في مكان اول مرة تشوفه، وقال لها هيتس مرحبا بيها في عالمها الجديد، وانها هتلاقي كل حاجة كئيبة ومظلمة هناك. بعدها بدأت الوحوش تتجمع عليها من كل مكان، لكن ويندي غمضت عينيها وخرجت قوتها الحقيقية وخلصت عليهم. هيتس قال لها بوضوح انها بقت قادرة تتحكم في قوتها، بس للأسف من غير فايدة، وبدأ يضربها بقوة مظلمة كانت أضعف من انها تصدها، ووقعت على الأرض وخلاص كانت هتموت. في نفس الوقت كان أبطالنا قتلوا الوحوش اللي معاهم وبيدوروا عليها، وشوفنا زين بيدور على طريقة يوقف بيها قوة هيتس دي. وقتها كان هو بيعترف لويندي انه عايز يقتلها، وده عشان يحرر ملكة الظلام بقوتها ويستخدم جسمها. وشوفنا ويندي اتحولت كلها للون الاسود قبل ما هيتس يخلص عليها ويخفيها في عالم موازي. وللأسف شفناها في لحظاتها الأخيرة بتفكر في اصحابها ووالدها، لكن اللي هي ما تعرفوش ان قوتها كملكة مرتبطة اصلا بعلاقتها مع الناس اللي بتحبهم وبيحموها. وقتها شافت نور ظهر في وسط الضلمة دي دمج قوتها كلها مع بعض، وفجأة هيتس لقاها خارجة بقوة أول مرة يشوفها، وقبل ما يعمل أي حاجة راحت مخلصة عليه. في نفس الوقت اللي أصحابها كل واحد عمل مهمته بنجاح وعرفوا يوقفوا مخطط المنظمة. بعدها وصلت الشرطة وقبضت على اللي باقي منهم، وبدأت الناس تفوق من الغيبوبة ورجعت الحياة لطبيعتها من تاني. أو بنشوف كل واحد من أبطالنا رجع لمكانه وقرروا ما يعلنوش عن موضوع الإيفولف في الوقت الحالي، وعرفوا إنه بإيديهم يقدروا يطوروا نفسهم ويغيروا مستقبلهم من غير قوة خارقة ولا تجارب مجنونة. بس كده يا سيدي، ده كان نهاية الملخص بتاعنا. ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سلام.